السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة زراعة بسيطة. النهاردة هنتكلم مع بعض عن شجرة شجرة فاكهة، يعني يعتبر من الأشجار المميزة جدا، وهي شجرة البشملة أو الإسكيدانيا. شجرة البشملة يعتبر من الفواكه الجميلة اللي يعتبر مش منتشرة أوي في مصر، أو يعني مش متوفرة في السوق. الشجرة دي زي ما انتوا شايفين اهو، عمرها حوالي 5 سنين. 5 سنين وما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الانتاج بتاعها زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده بالرغم ان احنا اخدنا منه كمان. ده شكل الثمرة بتاعتها ما شاء الله. ثمار جامبو، حاجة كويسة. هقول لكم برضو على ازاي نخليها تنتج انتاج كبير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وما يحصلش تساقط للازهار. هي عموما شجرة البشملة من الاشجار اللي ما بيحصلش لها تساقط للازهار او للثمار كتير زي اشجار الموالح مثلا او باقي الاشجار. لا، هي نسبة العقد فيها كويس. اهم حاجة التسميد الجيد. التسميد الجيد، ويفضل سماد عضوي زي ما حضراتكم شايفين كده. السماد العضوي يعتبر مهم جدا للاشجار دي او لشجرة البشملة. ناس كتير بتسأل ينفع نزرعها في الصيص ولا لا؟ ايوه ينفع، ممكن بس يكون في الجراكن الكبيرة اللي هي 120 لتر اقل حاجة، لانها بتكبر واشجارها بتكون اللي هي الجذور بتاعتها قوية وكبيرة. فعشان كده يفضل ان احنا نزرعها في جراكن كبيرة. ازاي بقى نخليها تنتج انتاج كبير وما يحصلش تساقط للثمار؟ اول حاجة قلناها وهي التسميد الجيد. تسميد جيد، سماد عضوي، ويفضل في فصل الشتاء. موعد الازهار بيكون في فصل الشتاء، تختلف عن اشجار تانية كتير. فبالتالي الشجرة دي بتنتج في فصل الشتاء. والانتاج بتاعها في فصل الربيع. احنا حاليا في شهر اخر 3 بدأت هي الازهار الثمار بتاعتها تستوي. الحاجة بقى ده بالنسبة للانتاج بتاعها. التسميد، يفضل التسميد بسماد سماد الفوسفور والبوتاسيوم. يعني قبل الاسمار يفضل التسميد بسماد الفوسفور، يعني نهاية الخريف كده بنسمد بالفوسفور. البوتاسيوم بقى في بداية او اخر الشتاء نبدأ نسمد بالبوتاسيوم عشان يدينا ثمار قوية. كمان سماد الكالسيوم مهم جدا، وخصوصا قبل التزهير ووقت التزهير يفضل التسميد بسماد الكالسيوم عشان ما يحصلش اي امراض للزهرة. كمان يفضل الري بانتظام. اهم حاجة برضو الري بانتظام. وطبعا تعطيش النبات طبعا اكبر غلط له، لانه بيضر بالثمار، خصوصا لو عطشنا جامد. بيحصل الثمرة زي نظام حاجة كده كرمشة، بتكرمش الثمرة بتاعتنا وبتكمر
وبالتالي بتكون تلفة. عشان كده يفضل ري الشجرة بانتظام. شجرة البشملة هي يعتبر شجرة استوائية دائمة الخضرة. الشجرة دي يعني ما بيحصلش لها، الورق بتاعها بيفضل اخضر طول السنة، ما بيحصلش له ان هو بيتساقط او بينشف على الشجرة ويقع. لا، هي شجرة دائمة الخضرة. سهلة جدا في زراعتها وفي تربيتها. كمان الثمار بتاعتها ثمار مميزة، لها طعم مميز عن اي فاكهة تانية. لها طعم حلو. ما شاء الله، يعني زي ما انتوا شايفين كده بتدي انتاج كويس. انتاجها ما شاء الله كويس وعلى فترات كمان. يعني هي اخضر اهو، لسه صغير واخضر، وفي مستوي واصفر معانا برضو على الشجرة. عشان كده بنتكلم ان هي يعتبر شجرة من الاشجار المميزة اللي ممكن نزرعها في حديقة المنزل. كمان لو في حد بيزرع على الاسطح ممكن يزرعها في برميل عادي. ليها فوائد طبعا كتيرة. ان شاء الله في فيديو تاني نشرح لكم الفوائد بتاعتها، نتكلم عن الفوائد والامراض اللي بتعالجها. ربنا يعافينا ويعافيكم. دي بعض الثمار اهيت اللي جمعناها النهاردة من الشجرة، ما شاء الله، وفيها اكتر واكتر. لو حابين ناخد منها، في اصفر اهو. اتمنى لحضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو، وتابعونا ان شاء الله في فيديوهات قادمة باذن الله، نعرف اكتر عن باقي الاشجار والاصناف اللي احنا زارعينها مع بعض. ويا رب نكون نستفيد جميعا، ونكون استفدنا وتعلمنا. في النهاية نتمنى من حضراتكم بس دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس، دعما لنا لتقديم المزيد. وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.